هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. اهي بعد ما استوت لحمة الراس، بس يعني يكون ناقصة شوية في الاستواء، عشان حنزل عليها بالتقلية وهسويها تاني لمدة ربع ساعة، وبعد كده ان شاء الله احطها في طاجن في الفرن وهوريها لكم هعملها ازاي. وبدأت التقلية ما تتسبك، وحطيت ورق لورا تاني، وهنزل عليها بشوية جنزبيل وشوية قرفة وهسيبها تكمل التسبيكة بتاعتها. وبعد كده هنزل بلحمة الراس عليه وهوريها لكم. دلوقتي لحمة الراس وان شاء الله النص التاني بتاع لحمة الراس هعمله لكم بالثوم، وهوريها لكم ازاي هيتعمل بالثوم. وهنزل عليهم بشوية شوربة عشان التقلية يعني ما تنشفش منها. وهغطيها اهو بعد ما استوى. هاي بعد ما استوت دول حدهنها بتقلية من اللي عملناها سبكناها مع بعض. وبعد كده احطها في الفرن واحط عليهم سمنة واديني هحطهم جوا الفرن. هشغل عليهم من فوق ومن تحت بردك عشان تسخن. هسخن جنبه عشاد وهرجع لكم ان شاء الله بعد ما يخلص استوى، يعني يحمر ويبقى حلو ان شاء الله. وادي غدانا يا جماعه دهاو. ادي لحمه الراس اهي بعد ما استوت دهاي الطاجن بتاعها لما طلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله عليها اهو، بالهنا والشفي. ان شاء الله لو كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.